ازيك يا صاحبي؟ قبل اي حاجه عاوزه اقولك طالما وصلت للفيديو ده فانت بدات اول خطوه في مشوارك البرمجي. وعاوزه اقولك حاجه، البرمجه مش شرط تكون للعباقره او للناس اللي خريجه حاسبات. البرمجه دلوقتي بقت لغه العصر، يعني بدل ما بنتكلم بيها مع بعض بنتكلم بيها مع الكمبيوتر عشان ينفذ لينا اللي احنا عاوزينه. وانا عامله الكورس ده مخصوص عشانك، من غير ولا سطر كود هنعرف مع بعض يعني ايه برمجه، وازاي تلاقي مكانك في المجال، وازاي تبدأ حتى لو كنت حاسس انك ضايع ومش فاهم اي حاجة. انا منار، موبايل اب ديفلوبر، وده تيكفيرس، ودي اول خطوة في حياتك. يلا نبدأ الرحلة سوا من غير خوف او تعقيد. البرمجة بكل بساطة هي الاوامر اللي بديها للكمبيوتر عشان ينفذها، بس كده ببساطة. معروف ان الكمبيوتر جهاز غبي مش بيعمل اي حاجة غير لو قلتله عليها، مجرد آلة بيستنى منك تقوله اعمل ايه. يعني لو كتبت له مثلا كود اطبع لي كلمة مرحبا هيطبعها، طب لو كتبت كلمة مرحبا غلط هيطبع الغلط، مش هيقولك انها غلط. تمام؟ تعالى كده فكر معايا، لما بتطلب مثلا اوردر من تطبيق ديليفري، اول حاجة بتختار المنتج، وبعد كده بندوس على زرار يحسب لي السعر. تمام؟ الزرار ده ما هو متبرمج. طيب بعد كده بيتبعت للمطعم ويتقال للدليفري يجي مثلا للمكان بتاعك. كل دي مش اوامر تمت برمجتها عشان تحقق لك هدف معين، وهي ان الاوردر يوصل لك بنجاح. وهو ده مفهوم البرمجه. انت العقل المفكر، الجهاز مجرد منفذ للاوامر اللي انت بتديها له عن طريق البرمجه. دلوقتي كل حاجة حوالينا فيها برمجة، الموبايل اللي في جيبك، المواقع اللي بتدخلها، العربيات، أجهزة البيت كمان، كل ده متبرمج. هتقولي طب أنا لو مش هشتغل فيها هستفاد إيه بقى؟ البرمجة مش حكر على الناس اللي عاوزة تشتغل بيها وتبني أنظمة وتحقق دخل. انت مش بس بتتعلم كود، انت بتفكر بطريقة منظمة ومرتبة. يعني لما تيجي تحل مشكلة انت مش بتتلخبط وتتوتر. البرمجة بتخليك تمسك المشكلة كده حتة حتة وتفكها واحدة واحدة. البرمجة بتعلمك ان كل حاجة ليها خطوات، لو حصل كذا اعمل كذا، لو مفيش كذا جرب كذا. وده بينعكس على كل حاجة في حياتك، في شغلك، في مذاكرتك، تفكيرك، حتى وانت بتواجه اي موقف صعب. طبيعي في البداية تحس انك مش قدها، وان المجال كبير، وانك متأخر ومش فاهم اي حاجة. بس خليني اقولك يا صاحبي ان اي حد بقى مبرمج شاطر كان حاسس بكده في الاول، لان دايما المشكلة في البداية، واننا مش عندنا ايمان بقدرتنا اننا نقدر نعمل حاجة. بس نصيحتي ليك الغي كل ده من دماغك وخد اول خطوة انك تبدأ. البرمجة مش عايزة حد عبقري، عايزة حد عنده عزيمة وصبر وشجاع كفاية انه يغلط ويتعلم من غلطه. كل الناس اللي بدأت بنفس مشاعر الخوف والتوتر، بس اللي كمل هو اللي خد اول خطوة زيك كده دلوقتي. واهم حاجة لازم تعرفها، احنا مش هنكتب كود في الكورس ده خالص. انا مش جاي اقولك احفظ سينتاكس او اقولك على مصطلحات برمجية انت مش فاهم ايه لازمتها دلوقتي. انا جاية ابنيك من جوه، نفهم سوا الطريق ماشي ازاي، ايه مجالات البرمجة، وايه اللي ممكن يناسبك، وازاي دماغك تتبرمج على التفكير الصح. واهم حاجة ازاي تبدأ، عشان لما تيجي تتعلم كود بجد تبقى داخل فاهم انت بتعمل ايه وليه بتعمله، مش بس بتقلد الناس او بتكتب حاجات مش مستوعبها. يعني ببساطة اللي احنا بنعمله دلوقتي هو تأسيس عقلك البرمجي، مش تعليم كود، وده اهم من اي لغة ممكن تتعلمها. نشتغل على تفكيرك، نعرفك الطريق عشان لما تيجي تتعلم كود تبقى فاهم انت بتعمل ايه وليه. طب حلو الكلام ده، طيب انا هستفاد ايه؟ انت في الكورس ده مش هتفهم يعني ايه برمجة، انت هتبدأ تشوفها بعين جديدة تماما. هتبطل تحس انها مرعبة او انها للناس اللي دماغها كمبيوتر، لا، هتفهم انها ممكن تكون ليك عادي جدا يعني، وانك تقدر تكون جزء من المجال ده وبكل ثقة. هتعرف المجالات اللي موجودة، يعني مثلا ايه الفرق بين مبرمج موبايل ومبرمج ويب ومبرمج ذكاء اصطناعي، وهتحس كل مجال عامل ازاي من جوه، مش نظري، لا، باحساس كده من غير ما تغرق في تفاصيل. وهتبدأ تكتشف نفسك، ايه المجال اللي شكله شبهك، ايه الحاجات اللي شدتك، لان مش كل الناس لازم تمشي في نفس الطريق، كل واحد ليه رحلته الخاصة. والمهم بقى مش هسيبك تقول انا مش عارف ابدأ منين، لا، احنا هنمشي سوا خطوة خطوة. هديك خريطة واضحة كأنها GPS، ابدأ من هنا، بعد كده روح هنا، وبعد كده اعمل كذا، وفي اخر الكورس ده هتكون واقف على رجلك
فاهم انت عايز ايه وعندك خطة بسيطة تمشي عليها من غير ما تحس انك تايه او بتلف في دايرة. يعني بكل صراحة انا مش جاية اديك معلومات وخلاص، انا جاية اساعدك تلاقي طريقك وتبدأ تمشي فيه بايدك من غير ما حد يزقك. لو وصلت للنقطة دي في الفيديو فانت جدع بجد، انت اثبتت لنفسك انك عايز تتغير. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تكمل الرحلة معايا، وواحدة واحدة نبني سوا مستقبلك البرمجي بطريقتنا من غير ضغط ولا توتر. استناني في الحلقة الجاية، هنتكلم عن سؤال مهم وقوي: هل البرمجة أصلا مناسبة ليك ولا لأ؟ وإزاي تعرف إذا كنت فعلا تمشي في السكة دي ولا تغير الاتجاه؟ واوعى تنسى، مش مهم تكون عارف كل حاجة، المهم إنك بدأت، وساعتها كل خطوة جاية هتبقى أسهل وأقوى من اللي قبلها. يلا بينا نكمل الرحلة.